تخيل كده اي حد من صناع المحتوى الربع اللي بيقوله رامز جلال في البرنامج بتاعه كان زمانه بياكل عيش وحلاوه دلوقتي، وكان زماننا بندعي له. لكن رامز محدش بيحاسبه، هو اللي ليه ظهر ما بيتضربش على بطنه. وصناع المحتوى اللي بيتقبض عليهم زي روان عصام او سوزي الاردنيه او غيرهم كتير بتهمه خدش حياه الاسره، وهم مش جايبينه من بره، ما هم اللي بيحصل في الدراما والسينما. لما نيجي نتكلم يقول لك ما هو ده اللي بيحصل في المجتمع. هو انتوا يعني ما بتشوفوش في المجتمع غير الحاجات الغير اخلاقيه؟ مفيش حاجات اخلاقيه خالص في المجتمع. لما نصدر للجيل الجديد ان البلطجه شطاره وان الايحاء بالالفاظ خفه دم وان ده اللي بينجح وبيجيب مشاهدات، ما تجيش بعد كده تحاسبهم وتسيب الاساس. وصناع المحتوى ضحايا للي بيحصل في الدراما والسينما، اللي المفروض تكون ارقى بكتير من اللي بيقدمه صانع المحتوى. صانع المحتوى بيهدم قيم الاسره المصريه. يعني هو اللي بيحصل في السينما والدراما مش بيهدد قيم الاسره المصريه؟ وطبعا اللي يغلط يتحاسب، بس القانون يتطبق على الكل من غير زعل، مش كده ولا ايه؟ والسؤال اللي لازم يتسأل، ليه الرقابة عليهم أكتر على صناع المحتوى ومش شايفين خالص اللي بيحصل في الدراما المصرية وخصوصا في رمضان؟ تفتكروا ليه؟